انتهت مواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة طغى عليها التوتر أكثر من كرة القدم، ورغم الأجواء غير الرياضية وما رافقها من قرارات صبيانية تمثلت في منع الجمهور والصحافة المغربية من متابعة وتغطية اللقاء، إضافة إلى الضغوط التنظيمية التي لا يمكن أن تمارس على ناد بحجم وتاريخ الجيش الملكي، أظهر الفريق المغربي شخصية قوية وانضباطا تكتيكيا عاليا. الجيش الملكي عرف كيف يدير المباراة بذكاء، امتص ضغط البداية وخرج بنقطة ثمينة خارج الديار تحافظ له على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، وتؤكد مرة أخرى أن الأندية الكبيرة لا تهزم بالظروف بل تواجهها بالهدوء والخبرة. نقطة تحسب للجيش الملكي وخطوة مهمة في مشوار المنافسة القارية. في مباراة لا تقل ندية وإثارة، فرض التعادل نفسه على مواجهة نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري، في لقاء احتضنه فريق نهضة بركان على أرضه وسط أجواء تنافسية عالية. الفريق البركاني كان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، وفرض أسلوبه الهجومي دون تحفظ، وكان قاب قوسين أو أدنى من حسم النقاط الثلاث لولا غياب النجاعة في اللمسة الأخيرة. نهضة بركان أكد مجددا أنه فريق لا يعرف الرجوع إلى الخلف، يلعب بنفس الشخصية داخل ميدانه وخارجه بثقة كبيرة وانضباط تكتيكي واضح. وبهذا التعادل يواصل الفريق البركاني تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط مناصفة مع بيراميدز، مع إشارات قوية تؤكد أنه منافس حقيقي على الأميرة السمراء، أغلى كؤوس القارة الإفريقية.